بيبدأ فيلمنا مع جون ويك وهو نازل من العربية بتاعته وبيكون مصاب إصابات خطيرة جدا، وبيفتح الموبايل بتاعه وبيشوف فيديو ليه هو ومراته وبيكون متأثر جدا، وبعدها بيغمى عليه. وبعد كده بنرجع للماضي عشان نشوف ايه اللي حصل، وبنشوف جون وبيكون صاحي من النوم وبيقعد يفتكر مراته ذكرياته معاها، وبعد كده بيروح لها المستشفى عشان يبقى جنبها في لحظاتها الأخيرة. وبعد ما بتموت جون بيروح واخد منها السلسلة بتاعتها عشان تبقى تذكار منها ويفتكر ذكرياتهم مع بعض كل ما يشوفها. وتاني يوم بيعمل لها جنازة، وأثناء الجنازة بيكون في واحد واقف بيراقبه من بعيد، فجون بيشوفه وبيروح يتكلم معاه. وبيكون الراجل ده اسمه ماركوس، وجون بيسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له انا جاي هنا عشان اعزي صاحب قديم ليا. فجون ويك بيمشي، وجون بيروح على البيت وبيجيله رسالة طبعا كانت مبعوتة له من مراته قبل ما تموت يعني، وبتكون سايباها له وبيقرأها وبيتأثر جدا، وبتسيب له مع الرسالة هدية وبيكون كلب اسمه دايزي، فبيجهز له مكان على الأرض عشان ينام عليه. وتاني يوم بيصحى وبياخد العربية وبيمشي وبيروح البنزينة عشان يفول العربية، وبيجي له شوية شباب كده والواد بيكون عاجبه العربية فبيقول له تبيعها والكلام ده، فبيقول له لا يا عم أنا مش هبيعها. وبعد كده بيمشي وبيروح البيت وبينام، وبعد شوية الكلب بيصحيه بسبب إن هو قاعد يعمل صوت والكلام ده. فجون بيفكره عاوز يروح الحمام فبياخده وبينزل وبيلاقي اتنين ملثمين واقفين قدامه، وفجأة بيروح واحد خبطه على دماغه فبيقع على الأرض وبيقعدوا يضربوا فيه. وجون بيسمعهم هما بيتكلموا إنهم عاوزين مفاتيح العربية بتاعته، وفجأة الكلب بيعمل صوت فواحد منهم بيروح ضربه طلقة وبيخلص عليه، ودي طبعا أكبر غلطة عملها في الفيلم. وبيكون واحد منهم قدر يلاقي مفاتيح العربية، وبيروح التاني كاشف وشه وبيتكلم مع جون، وبيكون نفس الشخص اللي كان عاوز يشتري منه العربية في البنزينة. وبيروح خابط جون على وشه فبيغمى عليه، ولما بيفوق بيلاقي الكلب ميت فبيدفنه وبيروح ينظف البيت، وبيكون شكله غضبان جدا وبيكون باين ان هو مش هيعدي الموضوع ده على خير. وبعد كده بنشوف الناس اللي سرقوا العربية وبيروحوا لواحد اسمه اورييلو وبيقولوا له يعمل لهم ورق جديد للعربية دي. وبعد كده جون بيروح الجراج بتاعه فبيلاقي العربية التانية برضه متدمرة، فبيروح راكب الأتوبيس وبيروح لأورييلو وبيسأله عن العربية بتاعته، فبيقول له إنها كانت موجودة هنا من فترة، وبيقول له إن اللي سرق العربية واحد اسمه يوسف، وبيقول له إن لما العصابة جت بالعربية هنا حاول يطردهم لكنهم اتلموا عليه وشتموه وقالوا له إن المكان ده ملك لأبوهم. وبيحكي لجون بقى اللي حصل، وبيقول له إن هو قال لهم إن هو بيشتغل مع أبوهم مش شغال معاهم. وبعدها سألهم كمان على صاحب العربية فهم قالوا له ان هم سابوه عايش بس قتلوا الكلب بتاعه. وساعتها اوريلو راح ضربه ووقعه على الارض وقال له يمشي من هنا، وساعتها الولد قال له ان هو ينقل العربية في حتة تانية. واوريلو بيسأل جون هو هيعمل ايه في الموضوع ده دلوقتي، فبيقول له ان هو عاوز عربية فبيديله واحدة وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده ابو يوسف بيكلم اوريلو وبيسأله عن السبب اللي خلاه يضرب ابنه، فراح قايل له ان هو عمل كده بسبب ان هو سرق عربية جون ويك وقتل الكلب بتاعه كمان. ففيجو ابو يوسف بيفهم الوضع وبيعرف ان ابنه عمل غلطة كبيرة جدا لما عمل مشكلة مع جون. وبعد كده فيجو بينزل تحت وابنه بيجيله، واول ما بيشوفه بيروح ضربه، وابنه بيقول له انت بتعمل كده ليه، وبيكمل بيقول له ان انا ما عملتش حاجه غير ان انا سرقت عربيه يعني. ففيجو بيقول له ان دي مش المشكله، المشكله هي الشخص اللي انت سرقت منه العربيه دي بيكون جون ويك. وبيحكي له بقى ان هو شخص جامد وان هو كان شغال معانا زمان، وان هو في مره من المرات كان طالع عملية تبعهم وقدر يخلص على 4 بقلم رصاص، وان هو ما عادش اشتغل معانا من يوم ما اتجوز مراته، وان الاتفاق اللي كان بينهم هو ان هو يعمل مهمة اخيرة مقابل ان هو يتقاعد. وطبعا المهمة دي كانت مستحيلة لكنه قدر ينفذها بكل سهولة، وانت كده غلطت غلطة كبيرة ساعة ما خلصت على الكلب بتاعه، وكمان سرقت العربية بتاعته بعد فترة صغيرة من وفاة مراته، ودي حاجة هتعمل مشكلة كبيرة جدا ومش هيقدر يسامحك عليها. فيوسف بيقول له يا عم ما تقلقش وانا هحل الموضوع ده وهخلص على جون ما تخافش. فابوه بيقول له ان مش انت اللي هتطارد جون، هو اللي هيجري وراك وهيفشخك. وبعد كده بنشوف جون وبيكون بيجهز الأسلحة بتاعته عشان يبدأ المهمة، فبيجيله مكالمة وبيكون فيجو وبيحاول يهدي الدنيا معاه وبيعرفه وبيفهمه الوضع، لكن جون طبعا ما بيسمعش كل الكلام العبيط بتاعه ده وبيقفل في وشه. ففيجو بقى بيعرف ان مفيش فايدة وبيجهز الرجالة بتاعته وبيبعتهم عشان يخلصوا على جون. وفي الوقت ده جون بيكون بيلبس البدلة بتاعته والرجالة فيجو بيخشوا البيت بتاعه، بس جون بيخلص عليهم واحد ورا التاني بكل سهولة وبيفضل يعجن فيهم لحد آخر واحد.
واول ما بيخلص بيرن على واحد صاحبه وبيكون رئيس عصابة عشان يجي يشيل جثث الناس اللي هو خلص عليهم وبيديله فلوس وبيمشي. وفيجو طبعا بيوصله في الوقت ده الخبر ان جون ويك خلص على كل الرجالة اللي هو بعتهم. ففيجو بيقول للمساعد بتاعه يحط مكافأة 2 مليون دولار للي يقتل جون. وبعد كده بيروح لماركوس اللي ظهر في الجنازة بتاعت مرات جون ويك في أول الفيلم وبيعرض عليه 2 مليون دولار مقابل إن هو يقتله. فماركوس بيوافق على العرض، وأول ما فيجو بيمشي بيروح مجهز القناصة بتاعته عشان يروح ينفذ المهمة. وبعد كده جون بيروح فندق اسمه كونتيننتال وبيحجز أوضة هناك وبيركب أسانسير وبينزل تحت الأرض وبيقابل واحد اسمه وينستون. وجون بيسأله عن مكان يوسف ابن فيجو. وبعد كده فيجو بيعرف من رجالته ان جون موجود في الكونتيننتال، والفندق بيكون فيه قانون مهم جدا ان محدش ينفع يقتل اي حد جوه الفندق، واللي بيكسر القانون ده بيلاقي كل الناس بتطارده عشان تقتله. ففيجو بيقول لرجالته ان اللي هيكسر القانون ده هيتضاعف له المكافأة بتاعته. وفي الوقت ده جون بيروح الأوضة بتاعته وبيجهز الأسلحة، وبيكون جون عارف ان يوسف قاعد في فندق تاني، فبيروح هناك وبيخش وبيخلص على الحراس بتاعته كلهم وبيسأل واحد فيهم عن مكانه، فبيقول له عليه بعد طبعا ما جون نكته علقة فجرة قبل ما يتكلم يعني. وبيروح وبيقتل كل الحراس اللي بيقابلوه، والامن اللي في المكان بيشوفوه في الكاميرات، ويوسف بيعرف ان هو جاي له. بس جون بيكون قدر يوصل له وبيضرب عليه نار، بس هو بيكون محمي بسبب ان حمام السباحة محمي بالازاز المضاد للرصاص وبيقدر يهرب منه. فجون طبعا وراه وبيجري عليه، لكن بيقابل حراس الفندق وبيقعد يخلص عليهم واحد ورا التاني. وبيروح واحد ضارب على جون نار، لكنه بيكون لابس بدلة مضادة للرصاص والطلق ما بيجيش فيه. ويوسف ساعتها بيكون قدر يهرب من الفندق. وجون بيرجع تاني للكونتيننتال وبيقول لهم يجيبوا له دكتور عشان هو اتصاب في بطنه. وفعلا الدكتور بيجي وبيعالجه وبيديله برشام وبيقول له ياخد منه حبيتين لو هو لسه طبعا ناوي يكمل المعركه والكلام ده عشان ما يحسش بالالم. وبعد شويه ماركوس بيجي هو والقناصه بتاعته وبيجهز كل حاجه وبيطلع على مبنى عالي وبينشن على جون وهو نايم، بس بيلمح حد بيتسلل للأوضة فبيضرب طلقة جنبه عشان يصحيه. وبنكتشف إنها قاتلة محترفة جاية عشان المكافأة واسمها بيركي. وجون بياخد باله من المسدس اللي معاها وبيوقعه منها، بس هي بتحاول تخبطه في الجرح بتاعه، بس جون بيمسكها وبيعجنها ضرب وبتفضل تحاول تزحف بره الأوضة. بس جون بيمسكها وبيسألها عن مكان يوسف، فبتقول له على مكانه وبيعرف منها ان فيجو مخبي كل فلوسه في الكنيسة. وبعدها بيمسك المسدس وبيخبطها في ظهر دماغها وبيخليها يغمى عليها. وفي واحد بيطلع من اوضته بره بسبب الدوشة واسمه هاري وبيكون عارف جون من زمان، وجون بيعرض عليه يراقب بيركي مقابل الفلوس، فهاري بيوافق. وبعدها جون بياخد بعضه وبيروح على الكنيسة اللي بيركي قايت له عليها وبيخش وبيخلص على كل رجالة فيجو اللي موجودين جوه. وفي الاخر بيوصل للراجل اللي عارف رقم الخزنة وبياخده معاه عشان يفتحها له. وبعد ما الخزنة بتتفتح جون بيحرق كل الفلوس اللي جواها وبيسيب المكان وبيمشي. وبعدها بيطلع على مبنى وبيشوف فيجو ورجالته وهم جايين، وفيجو بيقتل الراجل اللي فتح الخزنة لجون. وبنروح لبيركي وهاري قاعد بيراقبها لحد ما جون يرجع، بس بيركي بتفضل تحور معاه في الكلام وبتفضل تتكلم معاه لحد ما بتقدر تفك نفسها وبتثبته وبتقتله. وكده بقى يا معلم هي مضت على استمارة موتها لانها خالفت القانون بتاع الكونتيننتال. وفي اللحظة دي جون بينزل لرجالة فيجو وبيبدأ يصطاد فيهم شمال ويمين وفيجو بيستخبى. وفي اللحظة دي واحد من رجالة فيجو بيخبط جون بالعربية وبيخليه يغمى عليه. وبعد شوية بيفوق وبيلاقي نفسه متربط في كرسي وفيجو قاعد قدامه. وفيجو طبعا بيقعد يحزق ويزعق ويقول له انت ما حرقتش مجرد فلوس، لا ده انت حرقت كل التسجيلات والسجلات اللي انا كنت ماسكها وببتز بيها رجالة العصابة بتاعت المدينة. فجون بكل بجاحة وهو متربط في الكرسي بيقول له يا عم سلمني ابنك وكل الحوارات ده هتخلص. ففيجو بيروح رازعه حتة قلم وبيقول له حرقت كل الفلوس دي عشان كلب وعربية يا ابن. فجون بيقول له ان انا بعد ما مراتي ماتت فقدت الامل في الحياة، بس لما الكلب ده جالي وكان من مراتي تمسكت بيه عشان هو اخر حاجة منها والكلام ده، بس ابنك بقى جه وبوظ كل حاجة. وفي اللحظة دي فيجو بيزهق منه وبيمشي وبيشاور لرجالته عشان يقتلوه، وبيبدأوا يخنقوه بكيس بلاستيك ومبيبقاش عارف يفك منهم. وفي اللحظة دي ماركوس بيظهر وبيضرب عليهم نار واحد ورا التاني بالقناصة.
وبيقدر يقتل واحد فيهم، وساعتها جون بيقدر يفك نفسه وبيمسك التاني وبينزل فيه ضرب لحد ما بيخنقه وبيخلص عليه. وساعتها فيجو بيركب العربية بتاعته هو ورجاله وبيحاول يهرب من المكان، بس جون بيلف وبيختصر الطريق وبيلحق العربية وبيضرب عليها نار لحد ما العربية بتقف وبيطلع يقتل السواق. وساعتها فيجو بيخرج من العربية قبل ما يتقتل، وجون بيعرض عليه يقول له على مكان ابنه مقابل ان هو يسيبه عايش، لان هو كده كده هيعرف مكانه في الاخر. فبيكونش قدامه اي حل غير ان هو يقول له. وبعدها جون بيروح بسرعة على المكان اللي لوسيف مستخبي فيه، وبيبقى متحوط بالرجالة من كل حتة. فجون بيقعد يضرب عليهم كلهم من بعيد، وبيضرب كمان على الرجالة اللي واقفين مع لوسيف في الأوضة، وبيروح مفجر العربيات اللي تحت عشان محدش يقدر يهرب منه. وساعتها بيقدر يخش المكان بكل سهولة وبيقدر يوصل لمكان لوسيف وبيثبته. فبيكون لسه بقى يقول له ان كل ده انت عملته عشان كلب ومش عارف ايه، فبيروح زن واحدة في دماغه قبل ما يكمل. وبعد الموضوع ده بقى بتبدأ الحرب الحقيقية، وفيجو بيوصل له مكالمة، وقبل ما الراجل اللي بيتصل عليه يفتح بقه بيقول لهم يحضروا الجنازة، لانه عارف انه مات من غير ما حد يقول له، لان جون كده كده مش هيسيبه عايش وهيخلص عليه. وبعدها ماركوس بيقابل جون، وجون بيشكره ان هو انقذ حياته. وفي اللحظة دي بقى بيركي بتكون بتراقبهم وبتعرف ان ماركوس خانهم وساعد جون ويك. وبالليل ماركوس بيكون مروح، بس بيلاقي رجالة فيجو مستنينه، وفيجو ساعتها بيتصل على جون وبيقول له ان هو يخلص على ماركوس لانه خانه. وبنرجع لماركوس تاني وهو بيحاول يخلص على رجالة فيجو وبيضرب كذا واحد فيهم، بس فجأة بتظهر بيركي وبتضربه بالمسدس وبتخلص عليه. وجون بيروح بسرعة على بيت ماركوس، وبيركي بتكون واقفة بره البيت وبتراقبه، وبعدها بيجيلها اتصال. المهم جون بيخش البيت، لكن ماركوس بيكون مات قبل ما هو يوصل. وبعدها بنشوف بيركي راح على مكان، وبيطلع ان اللي كان المتصل بيها ده ناس من الفندق، وبيطلع لها وينستون وبيقول لها انها خلفت القواعد بتاعت الفندق وده المقابل بتاعه الموت. وساعتها الاربع رجاله بيخلصوا عليها. وبعدها وينستون بيرن على جون وبيقول له ان طيارة فيجو بتجهز في المطار عشان يهرب من المدينة. فجون بيقفل المكالمة وبينطلق، وساعتها فيجو بيكون متجه بعربيته ناحية الطيارة، بس جون بيظهر له زي القضا المستعجل وبيشقلب له عربية من العربيات بتاعته. وساعتها فيجو قاعد يضحك زي المجنون لانه عارف ان جون مش هيسيبه هو كمان، وان دي خلاص هي النهاية. ودلوقتي بيجي ناحية عربية فيجو وبيخبطها لحد ما بتقف، وبيفضل يخلص على رجالة فيجو لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وفيجو بيبقى خلاص بقى لوحده. بس فيجو بيروح خابط عربية جون وبيفضل يزقها ناحية المية، بس جون بيقدر يخرج من العربية في آخر لحظة قبل ما تقع. وفيجو بيكون خلاص قرب من الطيارة، بس بيغير رأيه وبيستنى جون وبيبدأ معاه قتال بالإيد من غير أسلحة، وبيبدأوا يضربوا في بعض وجون بينفخوا ضرب. وفيجو ساعتها بيروح مطلع خنجر من جيبه وبيخبطوا بيه، بس جون بيروح ماسكه وبيخبطوا بيه وبيخلص عليه في الآخر. وبعدها جون بياخد العربية من المكان وبيمشي. وبعدها بنوصل للمشهد اللي كان في بداية الفيلم، وبعد ما جون بيقع على الأرض بيقوم تاني وبيخش على مكان كده شبه عيادة بيطرية أو حاجة، وبيطهر الجرح بتاعه وبيجيب دباسة وبيدبس جروحه. وبيلاقي كلاب كتيرة جدا في المكان، فبياخد واحد منهم معاه كبديل للكلب بتاع مراته. وبكده بينتهي الفيلم. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية. سلام.